اللقاء التواصلي الذي كان مبرمجا لتقديم مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد بإنسجان تحول إلى احتجاج العشرات من التجار ضد هذا المشروع. فبعد سلسلة من الفيضانات تعرض لها سوق الجملة للخضر والفواكه الحالي، جاء مشروع نقل هذا الفضاء التجاري إلى مكان آخر، غير أن العشرات من التجار واجهوا هذا المشروع الجديد بالرفض. احنا عايشين ما عايشاش البلدية، وحنا كنعيشوا هذه التجربة ديال الفيضانات. الفيضانات حنا من عام لعام حنا ديما كنعيشينهم، وحنا ما غادي نتحولوش نخليو محلات لنا محفظين وزينين وغادي نتحولوا للواد. هذا الشيء حنا رافضينه. هذا نموذج لما ستكون عليه باقي منشآت سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه الذي سيقام على أكثر من 10 هكتارات، وهذه هي أشغال الحاجز الوقائي الذي يفترض أن يحمي السوق الجديد من الفيضانات، لكن التجار يتشبتون بموقف الرفض. يواخذوا عليه التجار والمجلس البلدي في هذا المشروع ديال الجديد ديال تحويل سوق الجملة هو أنهم ما استشروش معهم وما بيفرضوا عليهم هذا المشروع هذا بلا الناس ما يعرفوا بلا ما يعرفوا المساحه ديال المحلات ديالهم ولا عدد المحلات ديالهم ولا المصير ديال المحلات الحاليه اللي كاينين فيها اللي بنوها. اذا هاد الناس راه كيرفضوا هذا المشروع زياده على الموقع ديال هذا المشروع اللي هو كيعتبروا التجار موقع ديال الفيضان. ومن أجل التدقيق في حيثية وضع المشروع وتقديم منشآته استدعى المجلس البلدي التجار المعنيين، غير أن اللقاء تحول إلى وقفة احتجاجية للتجار الرافضين للمشروع. رئيس المجلس البلدي أكد أن المشروع لا رجعة فيه وأنه وضع طبقا للدراسات التقنية التي أنجزت حولها. واش يمكن حنا الدولة يمكن تعطينا الترخيص في البلاصة اللي هي مهددة؟ هذا ما كان شيء. إذا هذا لا صحة في الأدم، ما عنده حتى شي أساس ديال الصحة. حنا ما درنا إلا داك الشيء اللي اتفقنا معهم، والمحاضرة هي موجودة عندنا. والحل ديالنا هو إعادة هيكلة هذا المارشي. هذا المارشي راه صحيح الحمد لله، واخا هو بعدا أولا النص راه كيضربوا الماء، هذا معروفة، وبيحولونا بعد 60 متر. لا يعقل بنادم يتفكر هذه القضية هذه، بيحولونا على بعد 60 متر وأنا ما كيتفكرهاش الإنسان هذه وما كتوقعش. وفي الوقت الذي يتشبث فيه التجار الرافضون للمشروع بموقفهم، يؤكد المجلس البلدي تصميمه على مواصلة إنجاز المشروع، الشيء الذي يبقي التوتر قائما ما لم تمتد فيه قنوات الحوار لتصريف الاحتقان وضمان فضاء تجاري يرقى إلى تطلعات الجميع.